حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم في حلقة جديدة من الكورة مع المو. الحلقة النهاردة بعنوان عقوبات رابطة الأندية بالنسبة للجولة الأولى من الدوري المصري. وطبعا زي ما قلنا وحكينا قبل كده إن في تجاوزين حصلوا في الجولة الأولى، وهو يا سيدي هجوم وشتيمة جمهور الزمالك للاعب رقم 25، وعلى الجانب الآخر هجوم وشتيمة جمهور النادي الأهلي للاعب حسام حسن في مباراة النادي الأهلي ومودرن سبورت. وطبعا الحمد لله في فيديو قبل كده غلطنا ده وغلطنا ده وقلنا إن الجمهورين يستحقوا العقاب. والنهارده يا سيدي انا جاي استعرض لك العقوبات اللي عملتها رابطه الانديه. اول عقوبه يا سيدي وهي تغريم نادي الزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي لجمهور نادي الزمالك للاعب رقم 25. كلام عظيم، ايوه كده، عايزين نبدا على نظافه واللي يغلط يتحاسب. بجانب تحمل نادي الزمالك قيمه تلفيات استاد هيئه قناه السويس. اكيد طالما حصل تلفيات في المباراه من ناحيه جمهور الزمالك او في المدرج اللي كان قاعد فيه جمهور الزمالك، يجب على نادي الزمالك تحمل التكاليف كامله. لحد هنا كلام عظيم. تالت حاجة معانا يا سيدي هي إن الرابطة بتقول لك في المقابل لن تصدر عقوبة السباب الجماعي على جمهور النادي الأهلي لأن الحكم ومراقب المباراة لم يدونوا السباب في التقرير بتاعهم. وزودت الرابطة كمان وبتقول لك إنه لم تصل إلينا أيضا أي فيديوهات تدين جمهور النادي الأهلي. طب نلتمس للناس العذر يا جماعة، لعل وعسى هما مش معانا في الدنيا. الرابطة هنا في المقام الأول بتقول لك إن هي ما شافتش حاجة وما جالهاش أي فيديو لأن جمهور النادي الأهلي بيسب أو بيشتم حسام حسن. واحنا بدورنا برضو لما الناس تقع منها حاجه لازم نلفت انتباههم. فانت يا سيدي بتقول ان انت ما شفتش وانا جاي اوريك، اتفضل شوف. ده يا سيدي فيديو بالصوت والصوره لجمهور النادي الاهلي وهو بيشتم حسام حسن وبيقول له العبيط اهو. الا بقى لو كلمه العبيط لا تدرك كشتيمه في قاموس اللغه العربيه. تاني حاجه قالتها يا سيدي رابطه الانديه ان مراقب المباراه لم يدون اي مخالفه على جمهور نادي الاهلي في تقريره للمباراه. طب انا دلوقتي جبت لك فيديو صوت وصوره لجمهور النادي الاهلي باكمله وهو بيشتم حسام حسن. يعني معنى كده ان مراقب المباراه بتاعك اللي انت معينه يا اما كان قاعد نايم في الماتش يا اما كان حاطط الايربودز في ودنه وبيسمع ويجز. فبالتالي انت حتى لو مش هتغرم النادي الاهلي فانت من المفترض انك تحيل مراقب المباراه للتحقيق. ده زود عندك ان في تغريم لنادي مودرن سبورت 20,000 جنيه بسبب سحب واخفاء الكرات بهدف اضاعه الوقت. طب ما مراقب المباراه صاحي اهو. يا راجل ده انا فكرته نام. يعني مراقب المباراه خد باله من فرد او اتنين بيحاولوا يخفوا الكوره عشان يضيعوا وقت، بس هو ما خدش باله من 10-15 الف بني ادم بيسبوا لاعب في نفس واحد. يا اخي ده مراقب المباراه ده عليه حاجات غريبه. طب يا سيدي انا دلوقتي اثبتت لك بالفيديو ان فعلا كان في سباب وفعلا كان في الاف الجماهير بتسب الكابتن حسام حسن ومراقب المباراه مع ذلك ما دونش ده في التقرير بتاعه. يعني معنى كده ان لو فيكم حد عنده ضمير المفروض مراقب المباراه ده يحل التحقيق. انا هنا لا ليا دعوه باهلي ولا بزمالك، انا في بدايه الموضوع وقبل كده قلت لك ان الجمهورين غلطوا والجمهورين لازم يتعاقبوا، عشان ما حدش ياخد بس الكلام ان انا بهاجم نادي معين. لا، انتوا من بدايه الموسم بتقولوا لنا ان احنا لازم نبدا على نضيف، ولو اني مش مقتنع بالموضوع ده، لان باختصار ان احنا عشان نبدا على نضيف لازم نبدا بشخصيات نضيفه. طب ما علينا، نرجع بقى لمراقب المباراه. مراقب المباراه يا سيدي هو الاستاذ ومستشار التحكيم الدولي الاستاذ. لو انت يا سيدي ما تعرفش مين هو المستشار فدي صورته، ايوه هو اللي جنب الكابتن محمود الخطيب ده. او مثلا دي صوره تانية ليه، اللي هو جنب الكابتن احمد شوبير ده. او يا سيدي خد صوره ثالثه ليه، هو اللي جنب عم حارس. خدت بالك من حاجه؟ ما خدتش لسه؟ طب تعال. طبعا انا في البدايه ما كنتش اعرف الاستاذ، فدعبست يعني كده ووصلت للاكونت بتاعه على الفيسبوك. فدخلت يا سيدي وانتوا عارفين ان انا فاضي، يعني قعدت احفر في الصفحه بتاعته لحد ما وصلت للي هوريهولك ده. اللي هوريهولك ده يا سيدي بوست بتاريخ 17/4/2017. بوست رفعه الاستاذ على صفحته الشخصيه، عايزك تشوفه معايا. خش شوف. زملكاوي فين جنش؟ هات لي جنش، اطلع طرد هنا عليه. انا عايز زملكاوي هنا. الزمالك لو كان راح كان كسب. انا زملكاوي يا ناس. انت لابس احمر، انت لابس احمر ليه؟ لابس احمر ليه؟ انا مالي؟ هات الزمالك، فين الزمالك؟ قرب هنا، انا زملكاوي يا ناس. شفت؟ ايه رايك؟ ده يا سيدي الاستاذ اللي كان بيراقب مباراه الاهلي ومودرن سبورت. طبعا دلوقتي انا اثبتت لك مما لا يدعو مجالا للشك ان الاستاذ اهلاوي متعصب، وده شيء ما يعيبوش على فكره، انما يعيبه بقى لما انتمائه واهواءه تاثر على شغله. وانا يا سيدي مش برمي الناس بالباطل، انا بقول لك الراجل ما اثبتش شتيمه جمهور النادي الاهلي في التقرير، وانا بالفيديو جبت لك شتيمه جمهور النادي الاهلي لحسام حسن. معنى كده ان الراجل انتمائه واهواءه طاغت على مهام شغله.
في اي مكان محترم في العالم الراجل ده بعد اللي عمله المفروض وحتما ولا بد انه يحل التحقيق بسبب انه خالف مهام عمله بسبب انتمائه واهوائه الشخصيه. بس هل ده هيحصل؟ طب هل بعد ما سمعت شتيمه الجمهور هل هتنزل عقوبه؟ طب هل هتحيل المراقب للتحقيق؟ ولا اي حاجه من دي هتحصل. المشكله ان حتى وبعد كل اللي انتوا بتعملوه ده مفيش حد بيقول في حقكم كلمه حلوه، ولا جمهور الزمالك ولا جمهور الاهلي حتى، ولا حتى اعلام النادي الاهلي اللي عمال يشكك في زمامكم ليل ونهار. يعني انتوا من الاخر كده عملتوا زي اللي راس على السلم، ولا اللي تحت سمعوهم ولا اللي فوق شافوهم. عشان كده زي ما بقول لك احنا اصلا عشان نبدا على نضيف ونبدا على نظافه ونبدا صفحه جديده لازم كل المسؤولين عن الكوره في مصر يقالوا، وتيجي شخصيات جديده نظيفه نزيهه يشهد لها الجميع، واظن العينات دي موجوده كتير. بس هو واضح ان في مصلحه ان نفس الوجوه تفضل موجوده زي ما هي، وفي الاخر بترجع تقول لي انت بتعيش في دور المظلوميه، انت بتعيش في نظريه المؤامره، انت وانت وانت. يا سيدي انا بقول لك اهو، انا مش عايش في نظريه المؤامره، انا مش عايش في دور المظلوميه، انا مش بشتكي، انا يا سيدي دلوقتي مجرد بسرد موقف. خلينا يا سيدي نعتبر الموقف ده موجود في اي دوري تاني بلاش الدوري المصري، وهنسمي فريق س وفريق ص. فريق س جمهوره شتم لاعب معين، وفريق ص جمهوره برضه شتم لاعب معين. فريق س النادي بتاعه اتغرم 100,000 جنيه واتغرم 8,000 الاستاد. فريق ص محدش غرمه ولا جه جنبه بحجه ان مراقب المباراه ما شافش. فرحت انا جايب لك فيديو زي ما انت ما شفت دلوقتي الجمهور الفريق صاد وهو بيشتم اللاعب فلان الفلاني، واثبتت لك بالدليل القاطع ان مراقب المباراه اللي حضرتك معينه هو مشجع متعصب للفريق صاد، واثبتت لك برضو ان انتماء الراجل ده وولائه للفريق صاد طغى على مهام عمله. فانت دلوقتي المفترض عليك كراجل مسؤول انك تعمل حاجتين مالهمش تالت، انك تطبق الغرامه على جمهور الفريق صاد زي ما طبقتها على جمهور الفريق س، وانك تحيل مراقب المباراه للتحقيق. لو كلامي فيه اي حاجه غلط تقدر تغلطني، اما بقى لو عايزها تمشي في سكه اللف والدوران والحاجات اللي انتوا بتحبوها فمفيش اسهل من اللف والدوران. يعني مثلا انا ممكن اقول لك ان انا جمهوري ما عملش حاجه اصلا يتحاسب عليها. هو جمهور الزمالك عمل ايه؟ جمهور الزمالك قال الجعان مين زيزو. هل كلمه جعان في قاموس اللغه العربيه تعد شتيمه؟ عادي يا عم، الجمهور بيقول لك الجعان مين زيزو، الراجل جعان يا عم شوفوا له حاجه ياكلها، طالما هتمشي لف ودوران بقى. طب جمهور الزمالك يا سيدي قال ايه تاني؟ قال هدى يا هدى بنحبك يا هدى. عادي يا عم، الجمهور بيبدي اعجابه وحبه بواحده اسمها هدى، تطلع بقى هدى الاتريبي، تطلع هدى سلطان، تطلع اي هدى. وبرضه ارجع واقول لك انا ضد الكلام اللي انا بقوله من بقي دلوقتي، ولكن بما انك عايزها لف ودوران فيلا بينا لف ودوران. وانا مش مستني حد يجي يقول لي انت كلامك منطقي ولا لا، انا كلامي منطقي 1,000,000%. انا واحد من الناس لو اتمسكت ورحت اسم وتعرضت للمحاكمه في حاجات زي دي هجيب محامي في اولى حقوق هيطلعني منها. ولكن على الجانب التاني كلمه العبيط هي في قاموس اللغه العربيه شتيمه صريحه، ومع ذلك انا قلت لك انا غلطان زي ما غيري غلطان واحنا الاتنين نستحق الحساب. اتفاجئ ان حضرتك بتحاسبني انا وما بتحاسبش الطرف الاخر. فانا عايز حد عاقل يرد عليا ويقول لي ده بيحصل ليه. انا يا عم مش عايش في دور المظلوميه، انا مش عايش في نظريه المؤامره، انا راجل في حالي، بس انا عايز اعرف ده بيحصل ليه، عشان انا عارف النغمه اللي مش هنخلص فيها. انتوا لو ركزتوا في فريقكم، انتوا لو عملتوا، لا يا حبيبي ريح نفسك، فريقي مركز قوي في نفسه. وعايز اقول لك ان دي اكتر حاجه مخلاني مبسوط الفتره دي. الحاجه دي يا سيدي هي ان الايه اتقلبت، ان الاول مره بشوف نادي الزمالك مركز في نفسه ومركز في فرقته وعنده مدير رياضي محترف قافل على الفرقه كما ينبغي. على الجانب الاخر كل الدوشه جايه من عندك انت يا راجل، ده حتى قناه نادي الزمالك اللي هي المفروض المنبر الاعلامي اللي يدافع عن الزمالك ما بيجيبش سيرتكم، على عكس حضرتك اللي جايب لي اهم اعلامي عندك وعامل له برنامج طويل عريض ما وراهوش غير سيره النادي الزمالك. والكلام ده على فكره بالنسبه لنادي الزمالك واداره النادي الزمالك، اما بالنسبه لنا فانا راجل مشجع واقول اللي انا عايزه. يعني اداره نادي الزمالك ونادي الزمالك والمدير الرياضي لنادي الزمالك مشكورين، الناس مركزه في شغلها 10/10. وقناه النادي الزمالك لا بترد على حد ولا بتجيب سيره حد، هم الناس جايبين 2-3 كده محترمين زي الكابتن محمد ابو العلا والكونت دي صبري وعاملين برنامجين 3 واخر اليوم بيشغلوا فيلم اللي بالي بالك وبنقفل بدري عشان بننام. اما انا بقى يا قلب اخوك فضيلك ما ورايش حاجه، انا قاعد في المعرض ورا مني نجفتين وكام كرسي وما ورايش غيرك، وبيتهيألي ان اي بني ادم عاقل هيسمع كل الكلام اللي انا قلته مش هيعرف يطلع غلطه في ولا حرف من اللي انا قلته. انا يا سيدي مش بنصب نفسي جهه لحساب اي حد، انا دلوقتي بسرد موقف حصل فيه 1 2 3، والموقف ده لو في ذكر عنده ضمير يرد عليا فيه، وشكرا على كده وما عنديش اي كلام تناول. ولو انت يا سيدي وصلت معانا لنهايه الحلقه، لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك معانا في القناه، ولو انت مشترك ما تنساناش باللايك والسبسكرايب. وليلتكم سعيده، احلى اخوات واحلى متابعين.